كل سنة وانتوا طيبين وباللحمة معيدين. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. مع اول يوم لعيد الاضحى قلت اطلع عيد عليكم واطمنكم عليا. الحمد لله احسن بكتير قوي 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 قوي. الحمد لله فضل ونعمة، يعني بقت حاجة خفيفة قوي. وهنحكي حكاية وانا بعمل احلى اكلة بحبها في اول ايام عيد الاضحى. واهلا بيكم في مطبخي المتواضع. ان شاء الله المطبخ ده يكبر ان شاء الله باذن الله ويبقى فيه كل حاجه. والحكايه بتقول ان في واحد ملحد قرر ان هو يناظر احد اكبر علماء الاسلام عشان يثبت نظريته ان الكون ده ملوش اله من اساسه. المهم ان المناظره دي كانت في مكان بعيد شويه. المكان ده بيسافروا له بالبحر. فتحددت يوم المناظرة، والراجل الملحد ده قاعد مستني العالم الكبير ان هو يجيله عشان يقفوا بقى في التحدي ده ويثبت ان الكون ده ملوش اله. يقعد يستناه الراجل اتأخر، يقعد يستناه الراجل اتأخر. المهم بعد 3-4 ساعات كده اعلن ان خصمه العالم المسلم ما قدرش يصمد قدامه وانه انسحب فما جاش. لقوا العالم المسلم داخل عليهم بيجري بسرعة بسرعة. ايه انت اتأخرت ليه؟ قال لهم اصل ما اعرفش، حصل مشكلة في المواصلات كلها وما لقيتش مركب تيجي تجيبني للمكان، ففضلت واقف مستني قاعد مستني مفيش حاجة راضية تيجي، مفيش مراكب خالص، لحد ما لقيت الامواج عمالة تتخبط ولقيت ألواح خشبية عمالة تترص حوالين يعني جنب بعضها كده وعملوا مركب. رحت أنا طالع عليها، راحت ماشية لوحدها لحد ما جابتني لغاية هنا. فطبعا الملحد ده قال لهم ده كذاب، هي ايه ألواح خشبية اترصت جنب بعضيها عملت مركب ومشيت لوحديها وجت وصلته ازاي يعني تمشي من غير مقداف ومن غير ريس ومن غير اي حاجة وجابته لحد الجزيرة. فقال له يعني انت مش قادر تصدق ان في الواح خشبية تترص جنب بعضيها تعمل مركب، وانها ممكن تمشي لوحدها عادي من غير ريس وتوصل لحد هنا الجزيرة، وقادر تصدق ان الكون المنظم ده كله وماشي على الساعة وكل حاجة في وقتها وفي مكانها ماشية كده من غير إله. يعني انت ما قدرتش تصدق ان مركب تتعمل لوحدها وانها تمشي لوحدها من غير ريس، بس قادر تصدق ان الكون ده كله يمشي من غير إله. يا سبحانك يا رب. وهنا انتصر عليه العالم بحاجة صغنططة قد كده اهو. نكمل بقى أكلتنا اللي هي كبد وكلاوي وقلوب. أنا بروح مقشر البصلتين مقطعهم جوانح مع شوية فلفل وقرن فلفل سبايسي بموت فيه. اي نعم انا عندي المرارة تعباني ومبهدلاني، بس ما بقدرش السبايسي بموت فيه. ونروح مشوحينهم كده تشويحة حلوة كده اهوت مع حتة سمنة بلدي بقى كده اهوت، وفي حتة ليا بصراحة مش هضحك عليكم، هو كل ده ممنوع على المرارة يعني، بس ده اول يوم العيد وانا هضيع اول يوم العيد؟ كل سنة وانتم طيبين وحشتوني قد الدنيا كلها. وان شاء الله هرجع لكم بحكايات كتيرة حلوة قوي الفترة اللي جاية. دعواتكم وكل سنة وانتوا في سعادة وهنا. وان شاء الله بإذن الله اللي ربنا ما كتبلوش انه يقف السنة دي على على عرفات ويحج بيت الله، ربنا يكتبها لك السنة الجاية ما تزعلش.
ويكتب لي انا كمان الزياره، لان انا نفسي فيها قوي وحاسه ان انا طالعاها. مش عارفه ازاي بس انا طالعه. انا طالعه يعني السنه دي هطلع عمره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله طالعه عمره السنه دي. اشوفكم على خير. اروح اعمل بقى الكبد والكلاوي. استنوني، استنوا بكره هنزل لكم بقصه الفته، قصدي قصه جديده مع الفته. اشوفكم على خير. دي مش نهايه الفيديو، دي بدايه الرحله.